السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكون كل أموركم على ما يرام. ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم جوج الوصفات اللي صراحه كيتواتوا بزاف مع بعضياتهم وكيجيو رائعين وكيوجدوا في واحد الوقت اللي قياسي، وانا متاكده غادي ينالوا اعجاب ديالكم. عندنا بطبوط اللي كيكون عامر بالشحمه والخضار واللي كيوجد بالزربه، وكذلك جبت لكم الحريره اللي بالخميره البلديه اللي كتجي صراحه رائعه وكتجي بنينه بزاف، ومتاكده حتى هي غادي تعجبكم. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش تصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعلى بركه الله وبسم الله نبداو ان شاء الله بالمقادير اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديال البطبوط. عندنا واحد الكميه من دقيق القمح وكميه اكبر من دقيق الفرص او دقيق الابيض، وكذلك عندنا الخميره والملح اللي كتبقى على حساب الكميه ديال العجين اللي غادي تستعملوا. المهم الا بغيتو نتوما تعجنوا ديروا الكميه ديال الفرص تكون مدوبله على الكميه ديال القمح. فاثناء غنبداو نصبوا الماء اللي غادي يكون دافي. طبعا حنا كنكبوا الماء وكنبقاو نعجنوها باش يلا تشرب هذاك الماء. ملي كتشربوا كنعاودوا نضيفوا عاوتاني الماء منها باش يلا ترطب، وملي كنبغيو اننا نقرصوها كتجينا رطبه وخفيفه. فهاد الاثناء من ورا ما عجننا العجين ديالنا غادي نخليوها ترتاح واحد المده بالمرتاح حتى غادي نوجدوا الان المكونات اللي غادي نحتاجو في التعمار ديال البطبوط ديالنا. عندنا واحد البصله اللي كبيره غادي نحاولوا اننا نشلضوها، غنديروها صغيره، من بعدها نحاولوا اننا نديروا ليها القراده باش تقطع لينا طريفات صغار. وهاد الاثناء غادي نديروا عاوتاني الفلفله حتى غادي نقطعوها بنفس الطريقه، نقطعوها صغيره وغادي نديروا ليها القراده حتى هي باش يجيو عندنا واحد الطريفات اللي غادي يكون صغيورين. الا نتوما قررتوها من الاول قررتوها صغيره لا داعي انكم ديروا القراده. بالنسبه لهاد الخضار ما غاديش كاع نطيبوهم، غادي نستعملوهم بحال هكا. غنديروا البصله، فلفله، الربيع، قزبر ومعدنوس، والشحمه كذلك مطحونه. بالنسبه للتوابل ديال هاد الوصفه غادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ملعقه صغيره ديال التحميره، ملعقه صغيره ديال الابزار، وملعقه صغيره ديال الكمون كيتواتى بزاف مع هاد الوصفه. والملح كيبقى على حساب الكميه وعلى حسب الذوق. غنضيف واحد الملعقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، طماطم المصبره، وغادي نضيف كذلك واحد الملعقه ديال الزيت البلديه. الا ما متوفراتش ماشي مشكل ديروا الزيت الروميه. الان من بعد ما ارتاحت لينا العجين ديالنا غادي نبداو نشكلوا كويرات. انا صراحه درت كميه كبيره حيت بغيت ندير بالضبوط اللي غادي يكون عامر وبالضبوط اللي غادي يكون خاوي. المهم الان غادي نشكلوا كويرات اللي غادي يكونوا تقريبا بنفس الحجم. من بعد من اللي غادي تكون ارتاحت لينا، حيت في هاد الاثناء انا كنشكل وهي راه العجينه ديالنا راه كترتاح. غادي نبداو باول كره درناها وغادي نحاولوا اننا نجمعوا ديك الحشوه، غادي نخلطوها مزيان باش راه تندمج في بعضها. وغادي نقرصوا اول كره درناها وغادي نعمروا ناخذ واحد شويه من الحشوه ونعمروا بها ديك الكريسه ديالنا. وغادي نبداو نجمعوا الاطراف ديال العجينه على هاد الشكل كيف ما كتشاهدوا معنا. نحاولوا اننا نجمعوها نضغطوا عليها بالاصبع ديالنا صافي. والان غادي نحطوها على جنب ونخليوها ترتاح ونشكلوا الثانيه حتى هي نفس الشكل. كنحطوا الحشوه في الوسط وكنجمعوا الجوانب وكنخليوها ترتاح. كنبقاو مستمرين على نفس الطريقه. تقريبا هذيك الكميه ديال الخضر عطاتني يمكن شي سبعة ديال البطبوطات. ما تبقى درتو بطبوط خاوي صافي. الان من بعد ما ارتاحت لينا اول عجينه لينا غادي نحاولوا اننا نقرصوها. تقرصوها مزيان حيت تقدر تنفخ لكم مع الخميره وما غاديش تجي زوينه. الان غادي نستمروا اننا كنقرصوها شويه على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا. صراحه كيجي هائل 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 هائل. هذيك الخضره من ورا ما كنديروا من ورا ما كنديروا البطبوط ديالنا على البوطه، ديك الخضره كتبدا كطيب لينا يعني ماشي كتبقى خضره. وصراحه كيجي هائل. انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. والان من بعد ما كملنا العجين ديالنا غادي نحطوا المقيله ديالنا فوق البوطه اللي غادي تكون المقيله سخونه.
غادي نجيبو اول بطبوطه لينا وغادي نحطوها على المقيله ديالنا ونحاولوا اننا نسرحوها ونقادوا لها كاع الاطراف ديالها. غتحاولوا انكم ما تكثروش بزاف ديال الوقت، غير تبان لكم بحال بدات شويه غادي تبدا دير فقاعات ولا شي حاجه، حاولوا انكم تقلبوها باش الا كتنفخ لكم من الوسط كتجي صراحه احسن. المهم كنبقاو كنقلبوا فيها حتى غادا تنفخ لينا ان شاء الله. شوفوا الان راها بدات كتنفخ ليا تبارك الله. شفتوا يعني تبقاو غير كتحطوها وكتقلبوها راها غدا تنفخ ضروري. شفتوا كيجي صراحه رائع، بلا ما نشكروا لكم اللي غادي تجربوه نتوما غادي تعرفوا اش كاين. المهم جبت واحده اخرى حيت كاينه المقلاة كبيره، قلت نستغل الوقت وندير واحده اخرى حتى هي حداها صافي. حتى هي كذلك كنحاول انني نقاد لها الاطراف ديالها. في اثناء الاولى صافي قربت انها طيب، اذا القدفت الثالثه صافي حتى هي من نفس الطريقه. الا بانت لينا بدات كدير فقاعات غادي نحاولوا اننا نقلبوها. وهكا هذه هي نتيجه ديال البطبوط ديالنا، كيجي محمر ومن الداخل الخضره ديالو طيبه، والاهم بنين بزاف. انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. ها هو هنا راه مازال سخون، شوفوا النتيجه على عينيكم، محمر كيبان رائع. انا قسمت معكم وحيده باش تشوفوه من الوسط كيفاش كيبان. الخضره كامله راه طيبه كيف ما كتشوفوا. والاهم كيوجد في وقت اللي قياسي وبمكونات اقتصاديه. انا قطعته طريفات. الا جربتوه قولوا لي في التعاليق كيفاش جاكم. وما نزيدش نطول عليكم اكثر، ندوز ان شاء الله الوصفه الثانيه ديال الحريره بالخميره البلديه اللي كتجي رائعه. المهم هاي هنايا عندنا المطيشه، من بعد ما غسلناها وقردناها طريفات سلقناها بدون ماء. المهم تقريبا هنايا كاين شي كيلو ديال المطيشه. هنايا عندنا كاين هنا الكزبر والمعدنوس بالنسبه للناس اللي ما كيفرقوش بيناتهم. المهم هذا اللي كيكون وريقاته بحال صغارين هو الكزبر، وهذا الكرافس راه باين، وهذا هو المعدنوس. المهم هنايا عندنا واحد الكميه من الحمص، ما غاديش نستعملوها كامله، ولكن هنا البارح ماما كانت دارته في الماء باش يلاه يرطب لينا. هنايا عندنا واحد البصله تقريبا كبيره اللي غادي نشلضوها، واحد طريفات ديال اللحم، بالاضافه الى اننا كنحتاجو العدس، الشعريه، وكذلك كنحتاجو السمن وكميه من الدقيق اللي كتبقى على حساب المكونات او على حسب الكميه اللي نتوما غادي ديروا. فهاد الاثناء جبت الكرافس وغادي نقردو صغير كيف ما كتشاهدوا. غادي نحاول انني ندير ليه حتى القراده باش لا يتقرد معنا صغير. غاديش ندير هاد الكميه كامله طبعا، غادي ندير غير شويه منها، وما تبقى غادي نحاول انني نديرو في بلاستيك ونخليه في الفريغور مره اخرى. انا جبت هذيك البصله ديالي وغنديرها في الهاشوار. كنحاول انني نقرد البصله ديالي شويه باش الله نعاونها. تقدروا نتوما تقردوها غير في القراده عادي يعني. المهم الان من بعد ما وجدوا لنا كاع المكونات ديالنا غادي نبداو ان شاء الله نضيفوا الكل في الكوكوط. عندي هنايا كميه من الكرافس والقزبر والمعدنوس غادي نضيفها في الكوكوط، وداكشي اللي بقى لينا غادي نحتفظوا به حتى الوقت اللي غادي نبغيو اننا نضيفوه وغادي نقولها لكم. الان غادي نجيبو ديك البصيله اللي طحنا غادي نضيفوها حتى هي على في الكوكوط على الربيع. غادي نضيفو كذلك كميه من العدس اللي منقي ومغسول، وغادي نضيفو دوك الطريفات ديال اللحم. غادي نضيف واحد الزلافه ديال الحمص اللي غادي يكون مرطاب عندنا وحتى هو ضروري ما غادي يكون منقي ومغسول. واحد نصف معلقه ديال السمن كيتواتى بزاف في الحريره، وكذلك معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال التحميره، واحد راس معلقه ديال القرفه، والملحه كتبقى على حسب الذوق. كذلك نصف معلقه ديال الخرقوم بلدي، وغادي نضيفو يا اما زيت البلديه ولا الروميان، تقريبا واحد 2 معالق اللي غادي يكونوا كبار.
غادي نضيفو الان هذيك المطيشه اللي سلقناها، غادي نضيفو نصف الكميه ونصف الاخر حتى من بعد. والان غادي نديرو الماء وغادي نكبوه حتى غادي يغطي لينا ديك الخضره كامله ويفوتها كاع. نعمروا الكوكوط ديالنا. والان غادي نمشيو نشعلو النار وغادي نخليو هذاك الشيء يطيب. غادي نسدو عليها ونديرو الصفاره ونخليو هذاك الشيء حتى يطيب لينا مزيان، عاد نضيفو داك الشيء الاخر، يعني بالما طاب لينا العدس والحمص. الان هذه هي الخميره البلديه اللي بغيتو نشاركها معكم بالتفاصيل كيفاش كنحضروها، قولوها لي في التعاليق وان شاء الله غادي نلبي لكم الطلب ديالكم. هنايا المطيشه اللي بقى لينا، هنا القزبر معدنوس الكرافس، هنا المطيشه ديال الحك، وهنا الشعريه. الان من بعد ما طاب لينا هذاك العدس والحمص غادي نبداو نضيفو المكونات ديالنا. عندنا القزبر المعدنوس والكرافس غادي نضيفو ما تبقى، كذلك غادي نضيفو المطيشه ديال الحك واحد المعلقه كبيره، غادي نضيفو هذيك المطيشه اللي طحناها ما تبقى منها حتى هو غادي نضيفوه. والان غادي نضيفو ديك الشعريه، وهذه هي الخميره البلديه اللي مع شويه ديال الماء كنحركوها وكنضيفوها حتى هي كذلك، وكنستمروا في التحريك حنا كنضيفو فيها وكنحركوا باش يلا هذاك الشيء يعني ما يتعجنش لينا. الا بان لكم انها ثقيله تقدروا تزيدوا الماء. المهم هذه هي النتيجه ديال الحريره ديالنا من بعد ما طابت لينا، صراحه كتجي رائعه واللي ذاقها من عندنا كتعجبو. كنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم حتى نتوما. انا كنعمر الزليفات دابا، يعني كتجي فنه فنه بدوك الحيمات الطريفه ديال الحيمات بالعدس بالحماص بالسمن بالخميره البلديه، كتجي رائعه والاهم انها صحيه. كنتمنى الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. مع السلامه والى اللقاء.